السلام عليكم. فيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه عن نوشن. الفيديو ده تقريبا هيكون حوالي ساعة ساعتين، هيكون زيه زي كورس اوبسيديان بالظبط، كراش كورس سريع. احنا برضو مش هنتكلم فيه عن تفاصيل التفاصيل، لا، احنا هنتكلم مش هنتكلم فيه عن تفاصيل التفاصيل، لا، احنا هندخل في المفيد على طول. هنتعرف على بعض الحاجات وهنعمل بيها تطبيق عملي نوشن عندنا، وهنغير فكرتنا عن نوشن. قبل ما ندخل ونتكلم عن نوشن، ليه هستخدم نوشن، ليه مش اوبسيديان، وليه اوبسيديان ليه مش نوشن، السؤال ده انا هجاوب عليه سريعا. اوبسيديان ليه استخدامه ونوشن ليه استخدامه. اوبسيديان بقدر استخدمه في اني اربط بين المواضيع ببعضها، ونوشن هستخدمه في ان انا بنظم حياتي، بتراك الروتين بتاعي، بدون يومياتي عليه. من الاخر نوشن في التنظيم، اوبسيديان في تنظيم الافكار. بالاخر نوشن في تنظيم المهام، اوبسيديان في تنظيم الافكار. خلينا نفترض مثلا ان احنا عندنا دي الهوم بيج بتاعتنا، وانت بعد ما تخلص الكورس ده ان شاء الله تكون قادر تعمل حاجه زي كده واحسن كمان 1000 مره. هل هشرح ازاي تعمل الحاجه دي؟ انا مش هقولك خش اعمل كذا ونعمل كذا ونعمل ليلي تاسكس مثلا هنعمل كذا، لا، انا هديك الافكار وانت هتاخد تاسكايه تاسكايه تبدا تنفذها انت بدماغك انت، بالتمرين اللي يريحك انت، مش مش بدماغ حد تاني. فانا هديك المفاتيح وانت اشتغل وافتح الابواب براحتك. موضوع بس عايز اتكلم فيه قبل ما ندخل في الفيديو، ممكن نعمل له سكيب. دايما بيكون في هالة حوالين الشخص اللي بيعمل حاجة جديدة بالنسبة لك انت مش عارفها. لمجرد انك مش عارفها بتشوف انها حاجة عظيمة جدا وتبدأ تفخم فيها، ولكن دي مش حقيقة. يعني مثلا انا عملت فيديو عن اوبسيديان فبقيت ابراهيم بيعرف يستخدم اوبسيديان، لا، انا مجرد عارف بيزكس وشاركتها معاكم. ففي احسن مني 1000 مرة. ابراهيم عمل تمبلت عن نوشن، ابراهيم حط مهاراته في نوشن. ابراهيم مش كويس نوشن، لا، هو كويس لكن مش تنين مجنح. ابراهيم عادي جدا. فما تحطش اكسبكتيشن على حد، هيحصل حاجه من الاتنين: انك تقلل من نفسك، انك مش عارف ومش عايز تعرف، او اللي هو واو ده صعب جدا. لا، مفيش الكلام ده. ما تحاولش تعلي حد اكبر من حجمه على حسابك انت، ده الحاجه الاولانيه. الحاجه التانية برضو ما تعملش لشخص اكسبكتيشن عالي وتشوف ان هو عمل حاجه كبيره جدا، ولما توصل بمعرفتك تكتشف ان ده دخان من غير كفته، سواء الشخص صدره بالشكل ده او انت فهمته بالشكل ده عن فهم خاطئ. فما تحطش تصور عالي عن حد. كل حاجه سهله، انت بس اللي مش عارف، هي مساله معرفه، وانت بتعرفها تقدر تتخطاه وتعمل احسن منه 1000 مرة. فمفيش حد شاطر مليون في المية، مش حد شاطر جدا، مش حد تنين مجنح، لا. بس كده اللي انا كنت عايز اقوله. ندخل في الموضوع على طول. انا هدخل هنا مثلا، هعمل البيج بتاعتي، خلينا نبدا على نظافه. هندخل مثلا هنا ان شاء الله. عندنا حاجه اسمها الداتابيز. زي ما احنا عارفين، مش عارفين نعرف، نوشن معتمد على الداتابيز. داتابيز يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي. في اوبسيديان زي ما احنا عارفين احنا عندنا الفولدرات فايلات ومرتبطه ببعضها، لكن نوشن عنده داتابيز مرتبطه ببعضها البعض. يعني في المثال ده انا عندي ده بيانات هنا ورابطها الداتابيز اللي فوق دي. فهو مثلا بيشوف ان الجدول ده هو بالنسبه له داتابيز. يعني داتابيز قاعده بيانات بقدر اخزن فيها بشكل الداتابيز بالظبط، اللي هو الرو والكولومز. فمثلا لو عملت حاجه في الداتابيز دي بقدر تسمع هنا لانها رابطها ببعضها. طيب الموضوع ده هنعرفه قدام مع بعض، لكن بشكل بسيط. انا لو عملت مثلا تشيك هنا يبدا يسمع لي في اللي هنا في الفيدباك. طيب دي حاجات هنعرفها متقدمة شوية، لكن بشكل بسيط يعني حبيت اعرفك احنا ممكن نوصل لحد فين بأبسط الاشياء. اول حاجة طيب هنعرف ان احنا عندنا دي صفحة، نعمل صفحة جديدة. الصفحة في نوشن قلنا زي ما قلنا نوشن هو بالنسبة له الدنيا عنده صفحات، فممكن يبقى الصفحة الرئيسية جواها صفحات داخلية. هنبدأ مثلا ان احنا نعمل الصفحة بتاعتنا ونسميها وليكن هوم بيج مثلا، وهنخليها الهوم بتاعتنا. طيب ممكن نعمل ايه في الصفحة دي؟ الصفحة الرئيسية اللي احنا ممكن نحط فيها صفحات داخلية هنا، او حاجات تانية. طيب اول حاجة ممكن نعمل ايه؟ ممكن نغير الايكون بتاعتنا. ممكن نغير مثلا الايكون بالاختيار من هنا، او من الايكونز دي الايموجي، او ممكن نرفع ايقونة عندنا سواء صورة او حاجة. طيب ممكن ارفع ايقونة ازاي؟ ممكن ادخل على جوجل، اقول مثلا هنقول هوم ايكون، وهيجي مثلا على الايمجز هنا. بفرض ان عجبتني الصورة دي، فانا ممكن اخدها هنا كده
كوبي، هقول كوبي ايمج او انزلها واعمل لها ابلود من هنا، لكن انا هاخدها كوبي هنا واضيفها هنا. وممكن عشان استخدمها تاني فممكن اقول له هسمي الايموجي ده عندي هوم ايكون وهسيبه. فممكن تاني اغيرها، ممكن اخليه مثلا بالشكل ده هوم من الايكونز العادية هنا واغير لونه مثلا. ممكن تاني ارجع اختار ايموجي تاني من اسمه هوم بقى هنا، لكن هيظهر لي كمان معاهم ضمن الاوبشنز الايكون اللي انا حملتها. فبقى عندنا الهوم. الكفر بنفس الطريقة ان احنا ممكن نتشنج الكفر نختار من الجاليري بتاعنا. دي حاجات مقترحة من نوشن نفسه، او ممكن اعمل ابلود ان انا ابلود فايل لحد 5 ميجا، يا اما اعمل ابجريد يا اما ممكن اضيف لينك. وازاي اضيف لينك؟ يعني هنفترض مثلا هقول له هنا سي نقول ايه باك جراوند 4K مثلا. هاجي هقف هنا واقول له كوبي ايمج لينك، لكن انا لو خدتها من هنا هبكسل على طول فبفتحها هنا. هقول له كوبي ايمج لينك وتشينج الكفر، وبالتالي الصورة تبقى اوضح عن الاول وهتكون موجودة. ممكن اغير البوزيشن بتاعها، اعمل ريبوزيشن، اشوفها مثلا اخليها هنا كده. هو حالف ما يتغير فخلاص، ممكن بعض الصور متتغيرش عشان هي 4K وحجمها كبير جدا. بفتي مش متأكد من الحوار ده، بس بعض الصور مش بتتغير فعلا. كمان ممكن اجي على unsplash واختار صورة سي اي صورة انا عايزها او ابحث عنه. ابحث مثلا عن نينجا، معرفش ليه نينجا بس تمام يعني. بس كده، ده بالنسبة للايه لشكل الصفحة عندنا. خلينا كده ممكن نقفل السلايدر ده على جنب. احنا لحد دلوقتي بنتعرف بس على البيزكس. ممكن نعمل ايه هنا؟ ممكن اغير شكل الخط بتاعي، اخليه بالشكل ده او بالشكل ده. ممكن اعمل دبليكيت للصفحة بتاعتي، يعني ده دبليكيت هنا كده هيعمل لي صفحة تانية اسمها بيج 1. ممكن اغير اسمها واقول له مثلا هوم، هوم بس. وممكن برضو تاني اعمل ايه في الصفحة دي، ممكن ادلتها اقول remove the trash. وفين التراش عندنا؟ التراش عندنا تحت هنا. ممكن اقدر برضو ارجع منه الصفحات اللي انا يعني مسحتها او كده زي getting started مثلا. كمان ممكن اقدر اعمل ايه، اعملها تكون الفونت صغير شوية بالشكل ده، لكن ممكن اغير الفونت الشكل ده افضل. ممكن اخلي الصفحة فول ويدث. يعني ايه فول ويدث؟ تكون بشكل كامل. يعني خلينا نفترض انها كده، اقول له فول ويدث تخليها بشكل كامل، اللي هو مش بتبقى في النص هنا، لا بتبقى واخدة الصفحة كلها. لكن خليها هنا كده. ممكن اقول له لوك بيج، يعني خلاص مش هتقدر تعمل حاجة في البيج دي، يعني مش هتكتب حاجة او كده. بس ممكن تعمل امبورت لو عندك صفحة او حاجة تقدر تضيفها هنا. ممكن تعمل اكسبورت للصفحة ل PDF او HTML او مارك داون زي ما احنا عارفين. ممكن نستخدمه في اوبسيديان. ممكن تعمل له CSV انك مثلا تحط الصفحة دي في ملف الاكسل. ممكن تعملها الويكي، معرفش ايه ويكي دي، مجربتهاش بصراحة. بس شوية حاجات بقى انت ممكن تدعبس يعني وتبص في الحاجات دي. انت ممكن تعمل كومنت او حاجة لحد. بس كده، ده باختصار استخدام الصفحة. طب الاوامر، هو بيقول لك ايه، اعمل اي حاجة. ممكن اكتب هنا مثلا hello everyone مثلا. ممكن الكومنتس بقى بتاعتي ان انا ممكن اعمل كده، واول ما بعمل اللي هي الحركة دي اللي هي السلاش، يعني ثانية واحدة كده.
السلاش دي، فممكن اقول له ممكن تعمل لي تكست، او بيديني اختيارات هنا ان انا ممكن اقول له تكست. ممكن اقول له heading 1 heading 2 heading 3. طب خلينا نبص على حاجه كده منهم. التكست العادي جدا اللي انا بكتب بيه دلوقتي، لو مثلا ايه هاي. طيب وايه كمان؟ لو جيت قلت له كده ممكن يقول لي مثلا انك تعمل الهيدنج 2 هيدنج 1 مثلا، الهيد 1 اللي هو مثلا انا بعمل ارتكل مثلا او حاجه، اي حاجه ممكن اكتبها مثلا ايه، ده مثلا هيدنج 1 مثلا، ده العنوان مثلا بتاعي. ممكن اكتب تحتيه برضو اكتب باك سلاش، هديني اختيارات مثلا زي الهيدنج 2 ماشي. لكن هنا برضو بيقول لي اختصارات يعني زي مارك داون بالظبط، اللي هو ايه هنبص عليها دلوقتي يعني، خليها بالشكل البسيط الاول. وده مثلا ده heading 2. وبرضو ممكن نعمل الكومنتس دي، اختار برضو اللي هي الباك سلاش يعني، سوري السلاش، والهيدنج 2 heading 3 بقى خلاص ماشي. ممكن اقول له بقى دي heading 3. طيب ممكن اعمل الحاجات دي بشكل تاني. خلينا متفقين ان الصفحة دي بلوكات. يعني ايه بلوكات؟ يعني هي ده بلوك، زي ما احنا شايفين كده بلوك ماشي. ممكن اقول له كوبي بلوك، ده بلوك، ده كمان بلوك، وده كمان بلوك. فالصفحه بالنسبه لنا بلوكات. انا ممكن اقسم الصفحه آه ان انا احط بلوك جنب بلوك، او بلوك بدل ما يبقى بلوك تحت بلوك، مثلا ده تحتيه ده مثلا، تحتيه البلوك ده مثلا. ممكن اخليهم جنب بعض. ممكن اروح مثلا بالبلوك ده اعمله دراج اند دروب، ممكن احركه هنا اخلي الهيدنج 2 مثلا تحت الهيدنج 3 كده، حركت بلوك، حركت البلوك ده مثلا فوق. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اخلي البلوك جنب بعضيها. يعني مثلا ده بلوك فاضي ماشي، انا ممكن اقول له انت هتروح جنب البلوك الهيدنج 1 ده مثلا. حلو. ممكن اقول له مثلا ده انت هتروح جنب البلوك ده مثلا. ممكن اقول برضو، خليني امسح دول كده. بما ان الصفحه متقسمه بلوكات، انا ممكن احط الهيدنج 3 ده جانب البلوك الهيدنج 1. ممكن احط الهيدنج 2 ده مثلا، اعمل له كمان، اقدر اعمل له ايه في الهيدنج 2 ده؟ ممكن احوله لهيدنج 1 برضو. ممكن احوله مثلا اقول له in turn to turn into ان انا احوله لهيدنج 3 مثلا. حلو. فمثلا ده بقى كمان بقى هيدنج 3. واقدر اجيب الهيدنج 3 ده جنب الهيدنج 3 ده، ناخده كده واقول له انت هتروح جنب الهيدنج 3 ده. فدي بلوكات بقدر اتحرك فيها براحتي. يعني ده البلوك كده واخد الحته دي كلها. طيب البلوك ده جنبيه البلوك ده، هل اقدر اضيف جنبهم بلوك تالت؟ ممكن. وانا واقف على البلوك ده اعمله دبليكيت واقول له هنا ادخل كده اتزاح يا حبيب قلبي. اتزاح حلوه، اتزاح دي انا من المنوفيه، لا مؤاخذة والله حبايبنا معايا فكلهم ماشي. بس ممكن اقول له فول ويدث بقى هنا هتخلي الصفحة زي ما قلت البلوك تاخد براحتها كده ماشي. فبقيت مثلا عندي ده البلوك الاولاني، ده البلوك التاني، ده البلوك التالت، ده البلوك الرابع بس. فبالتالي اقدر اقسم الصفحة بتاعتي زي ما شفت كده، كولوم 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 كده بس. يعني مثلا عندي 3 كولومز هنا مثلا. فانا اقدر اتحكم في الصفحة براحتي في البلوكات والشكل ده. طيب خلينا ناخد برضو فكرة ان انا ممكن اقدر اعمل ايه تاني في البلوك نفسه. يعني انا عندي بلوك ده heading 3، فاقدر قلت زي ما هقول له heading 1 او احوله لحاجات تانية وهنبص عليها دلوقتي. طيب ممكن اعمله دبليكيت، ادبليكيته او اعمله دبليكيت ينزل يعني، اعمله نسختين. وعمل مثلا من ده برضو دبليكيت. ممكن اختصار الدبليكيت هنا حرف الدي. ممكن برضو هنا اقف عليه كده واقول له دبليكيت بحرف الدي، اعمل لي دبليكيت ليه. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟
طيب احنا خدنا الفكره الاول بس قبل ما نطلع من الهيدنجز ان انا عندي في مارك داون عشان بعمل هيدنج بقول له مثلا الهاش كده بيعمل لي هيدنج 1 هيدنج 1. طيب التو هاشز ماشي بيقول لي هيدنج 2. الثري هاشز بيقول لي هيدنج 3. طيب فور هاشز مفيش بقى، مفيش مثلا ليه مثلا هيدنج 4، لا هما 3 بس. طيب عايز اعمل يعني افصل بينهم اقول له دايفر ديفيدر، ما اعرفش هو ده بتاع ده ماشي. او ممكن اقول له بالثلاث شرط جنب بعض كده هيعملها لي برضو، الثلاث شرط دول يعمل لي برضو ايه ديفيدر، يعني ما اعرفش والله ايا كان هو السطر ده حلو ماشي. بس آه، ده باختصار هيدنجز. خلينا بقى نبص كده على التوجل. التوجل اللي هو مثلا بيبقى بالشكل ده مثلا، اللي هو افتح يفتح لي مثلا كذا حاجه، افتح ده يفتح لي كذا حاجه. فخلينا نعمل توجل، اقول له انا عايز توجل ليست. حلو. فهيقول لي مثلا اكتب اللي انت عايزه، مثلا توجل. بس ممكن افتح في التوجل ده اكتب بقى حاجات جوه، ممكن احط بلوكات جوه التوجل ده. يعني مثلا اقول له ايه H1 مثلا heading 1. ممكن اقول له heading 2. كل ده فين؟ جوه التوجل، جوه الحته دي. انا مجرد ما اقفله هيلم كل ده بس. فده التوجل بالنسبه لي. طيب ممكن اعمل ايه في التوجل نفسه؟ ممكن امسحه. اه ممكن اقول له اكبر من ومسطره بيعمل لي توجل. ممكن اعمل توجل جوه توجل. هقول له مثلا علامه الاكبر من وعمل لي توجل، مثلا ايه هلو بلا 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 مثلا، اي حاجه بس تعمل لي توجل جوه توجل. التوجل الرئيسي ده التوجل ده. ممكن احول التوجل ده لتوجل يعني يبقى شكله كبير كده، او شكله مثلا هيدنج 1 او ده توجل ليست عادي. ممكن اقول له توجل هيدنج 1 انت، يعني تيرن انتو توجل هيدنج 1، خليه هيدنج 1. ممكن اخليه مثلا اقول له تيرن انتو توجل هيدنج 2. ممكن اقول له برضو حوله ل تيرن انتو توجل هيدنج 3. حلو جميل. طيب انا برضو عايز اعمله زي ما بعمل التاني اللي هو الحاجات اللي فوق دي. فممكن اقول له كده ببساطه هاش حلو عمل لي هيدنج عادي. فاللي عملته له اكبر من هيعمل لي هيدنج بالتوجل هيدنج 1 بالتوجل. فاقول له مثلا بلا بلا بلا. طيب عايز اخرج من التوجل ده سبيس. خلاص انا كده بره التوجل، اعمل اي حاجه هنا واجي اقفل التوجل خلاص هو يقفل براه. يعني المهم ان انا عشان ادخل مثلا ادخل الحاجه دي جوه التوجل اقول له كده تاب بقت جواه. عايز اخرج معاه منها خالص، اخرج من التوجل اعمل باك سبيس بس امسح يعني اللي انا عملته ده خلاص. بس فهنا مثلا بيقول لي ممكن اعمل اي حاجه تانية جوه التوجل برضو. ممكن احط مثلا هيدنج 3 مثلا اقول له بلا بلا بلا. وطالما ده جوه يعني ده الهيدنج 3 ده جوه معمول له في تاب هنا كده مسافه هنا، فخلاص فهو جواه فهينضم له. ده بره فطبيعي ان هو هيكون لوحده. لو عملته تاب هيدخل جوه معاه تبع التوجل. طيب ممكن اعمل توجل برضو هيدنج 3 هيدنج 2 2 هاشز مثلا كده وتوجل واقول له برضو اي حاجه. اعمل اللي هو امسح يعني اللي هو الباك سبيس تقريبا. انا مش شايف فباك سبيس ان شاء الله. فخرج بره. ممكن نعمل توجل للهيدنج 3 بشكل نفس الشكل كده، 1 2 3 هاش مسطره تاني، 1 2 3 3 هاشات بعد كده سبيس عمل لي الهيدنج 3. عايز بعمل له توجل، التوجل بيتعمل بالشكل ده بس. يعني دي برضو تيبس وتريكس تسرع شغلك. لكن انت في العادي ممكن تقولي لا انا هعمل سلاش واعمل توجل
ماشي، واختار التوجل هيدنج 3 مثلا، عادي بقى براحتك يعني، ده as you like. بس ممكن نعمل ايه كمان في البلوكات بقى التكست خاصة. انا ممكن اقول له انا عايز اغير اللون ده، مش خلينا بس نغير اللون، اغير لون التكست نفسه لاي لون بقى، يعني مثلا بينك ريد مثلا، انا بحب البينك. انا اي يعني ممكن مش هتريق اقول حاجه، مش بحب بينك بصراحه، انا بحب لها البينك. بس بلو مثلا، ممكن اغير لونه. آه عادي اي لون بقى. بس ممكن اغير الباك جراوند نفسها بتاعت البلوك نفسه، اخليها مثلا براون مثلا. ممكن اغير ممكن اغير لها ايه، ممكن اغير برضو الباك جراوند باي لون، يعني مش فارقه، بينك. دي حاجات كنا ممكن نعملها مع البلوكات اللي فيها التكست وكده، ممكن نمسحه. ممكن مثلا اقول له موف تو مثلا لو عندنا صفحه تانية او حاجه، بس خلينا على البسيط منه لحد دلوقتي اللي احنا محتاجينه. بس لحد دلوقتي لذيذ في الايه، في ال في التكست. خلينا نبص تاني كده، انا ممكن اقول له ايه، فلتر كده ويفلتر لي، يقول لي مثلا ممكن تعمل ايه، بلوك بيزكس بلوكس. بيزك بلوكس مثلا، احنا عرفنا التكست، عرفنا الهيدنج، وعرفنا الهيدنج 2 والهيدنج 3. خليني اقول لك ايه اللي هو مثلا البوينتس بقى دي مثلا، بولت بوينت مثلا، يعني يقول لي ليست مثلا، مثلا ايه ليست مثلا في حاجه بلاي مثلا، انا بحب العب يعني بلاي مثلا فيفا مثلا، بلعب فيفا 2007 عشان الجهاز ما بيستحملش بصراحه. يعني ممكن العب مثلا تاني، مثلا العب تاني، احب العب مثلا ايس تاور ان انا جيم التسعينات، او التسعينات فعلا. ممكن العب مثلا اي حاجه، يعني ممكن تذاكر لا قدر الله، ممكن تذاكر مثلا استادي مثلا بنتست مثلا. بس ممكن مثلا تعمل اي حاجه يعني. فدي الليست بس. دي فكره الليست. طب ايه الحاجه التانية في الليست؟ ممكن الليست بالارقام، اللي هي النمبر ليست، نمبر ذا ليست، جميل. رقم واحد مثلا، تاني يعني نذاكر مثلا ايه، نفترض مثلا بريفليج كريشن مثلا، اي حاجه. ممكن تقول له مثلا هذاكر داتا ستراكشر مثلا النهارده، عندي تلات اربع حاجات اعملهم، هلعب يخرب بيت اللعب. بس دي الحاجات اللي هي انت ممكن تعملها في الليست. طب عايز اسرع الدنيا في الليست، انا ممكن اعمل الشرطه دي. انا ممكن اعمل زوم سنه كده، انا معلش بقى لو عملت الزوم من بدري اعذروني. ماشي، فهعمل ايه الليست دي كده، واقول له ايه ليست، بس كده الشرطه دي مسطره ليست، شرطه سبيس بقت ليست. برضه نقول له اي حاجه بلا 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 بس. طيب انا عملت ليست فاضيه وعايز اخرج منها، هنا بضغط انتر، هيخرج بره خالص. خلاص انا مش بقتش في ليست تاني. لو عملت كده هيقول لي كمل بقى في الليست بتاعتك، ما عنديش حاجه، ما عنديش محتوى، فاضيه، فهتك انتر وخلاص. يعني لو قلت باك سبيس هي بتمسح ان شاء الله. بس باك سبيس سهله، مش محتاجه حاجه يعني. برضه هكذا عايز ابقى ليست بالارقام، واحد دوت مثلا و ومسطره، واحد مثلا ودوت ومسطره سبيس، واقول له مثلا بلا 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 تو بلا بلا، برضو هكذا. اخرج باك سبيس، بس خلاص خلص الموضوع. فده باختصار ايه الليست. طيب عندي ايه تاني، عندي ممكن نعمله، عندي حاجات كتير جدا، عندي حاجات كتير قوي. طيب ممكن اعمل بقى التو دو ليست. حلو قوي دي. طيب التو دو ليست، انا ممكن مثلا عندي مهام بتاعتي، احنا هنعرف احنا دي بيزكس كده، هنستخدمهم ازاي في شكل عملي كمان شويه ان شاء الله. تو دو ليست مثلا ايه، آه مثلا عندك هتذاكر مثلا ايدر مثلا، هتذاكر مثلا في نفس الوقت بتذاكر مثلا دي اس ايه، انت متشتت، دي مشتت يا مشتت. بس بتذاكر مثلا بي اتش بي مثلا، لا قدر الله بعد الشر، بتذاكر مثلا نوت جي اس، بتذاكر يا حول الله يا رب مثلا دوت نت. بس وهكذا بتخرج منها برضو بنفس الشكل ده، بالايه، بالباك سبيس. طيب انا عايز اعمل احنا عرفنا بنجيبها منين، بقول له مثلا تو دو ليست، او مثلا تشيك ليست، او اقول له خلينا في التو دو، اقول له كده بالسلاش تو دو ليست،
وبس بتعمل لي تو دو ليست. طيب انا بقى ممكن اعملها مانيوال، هقول له الشرطه دي، حلو، وهيعمل لي ليست. هقول له بعد كده السكويرز دي، يعني اقول له سكويرز بس مفتوحين كده، ماشي، ما بينهم مسافه، وبعد كده ايه، آه مسطره، هيعمل لي ايه، التو دو ليست تاني. الشرطه هيعمل لي ليست. بعد كده القوس اللي هو البراكت مفتوح من ناحيه اليمين او من الشمال، مش عارف، مش متاكد. البراكت اللي ده، بعد كده مسافه، بعد كده البراكت ده، بعد كده مسافه، وخلاص هو يعمل لي تو دو ليست خلاص. بعد كده بلا 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 برضه. بس خلينا نبص لحاجه تانية كده. عندنا مثلا ايه، ال التوجل ليست. احنا التوجل ليست ماشي، ليست عاديه يعني ما فيهاش حاجه يعني. دي توجل ليست مثلا اهي، زي احنا قلنا بتتعمل ازاي، قلنا بتتعمل ازاي خلاص، مش هنقولها مرتين. بس ممكن نحط، قصده ان احنا نحط جواها ليست مثلا من حاجات او كده، مهام ممكن نعملها. طب الحاجات دي خليها تاخد في افكارك لو انت اول مره تشوف الحاجه زي كده. آم، بس يعني خليها تاخد خد منها افكار، وابدا نفذ في الحاجات دي بنفسك في بيئتك انت الشخصيه. عندك برضو حاجه اسمها الكول اوت، يعني مثلا نعمل كول بس كده بنفس اللي احنا عملناه بالظبط. هتعمل ايه، الباك السلاش بتاعتنا، كول اوت، ماشي، انتر. بس ممكن بقى تعمل فيها كل حاجه بقى. انت ممكن هي بلوكيه كبيره، بس ممكن تحط فيها هيدنج مثلا 1، ممكن تقول له مثلا هلو مثلا، وتنزل تحت مثلا تقول له هاي مثلا، هيدنج 2 مثلا، تقول له مثلا هاي، مثلا هيدنج 3 كمان تقول له هلو تاني. بس فبتعيش حياتك يعني، وهي في الاخر في الاغلبيه مثلا بتكون حكمه بتاع، تقول له مثلا ام تاتي متاخرا، بتاع بلا بلا بلا، يعني ما تجيش متأخر، جيت متأخر ما تدخلش حرفيا. بس فانت تأتي متأخرا بقى خيرا من ألا تأتي أبدا والكلام ده. عندنا برضو حاجة انك ممكن تعمل بيج، يعني اقول له هعمل بيج جديدة، ماشي، فهيروح عامل لي بقى نيو بيج جوه البيج زي ما احنا قلنا. هو ايه نظامها، صفحات يعني. لو بصيت كده دي الهوم بيج، هتلاقي في جواها كده بيج منفصلة، ماشي، والبيج ممكن يكون جواها بيجز تانية. فدي الفكره بتاعت البيجز بقى، اللي هو بيج جوه بيج جوه بيج. فانا هقول له مثلا دي مش الهوم بقى، دي ده تبقى مثلا ستادي مثلا، حلو. وانا هديها برضو ايكون، بلا بلا بلا، اي حاجه، ان هي مثلا ايموشنال اللي محدش فاهمه ده، ماشي. وكان ايه، اي كفر عادي، هديك كفر عشوائي، عشوائي زيك بالظبط، ما مفيش فرق بينك وبين الكفر يعني. بس فول ويتس عادي، ممكن تديها فول ويتس، ممكن ما اديهاش فول ويتس براحتنا. انا حاسس ان بتاع هنج ولا ايه، ماشي. فممكن اديها فول ويتس، ممكن ما اديهاش فول ويتس بقى، دي عشان احنا محنكين جدا. بس خلينا نكمل كلامنا هنا. ممكن نعمل ايه هنا تاني، احنا خدنا الكول اوت، وخدنا الهيدنجز وبتاع والحاجات دي، وعرفنا البيج. وممكن اقول له مثلا، فهتلاقي شكل البيج هنا، فنرجع هنا فهتلاقي ده شكل البيج. لو ضغطت عليها هتودينا على الصفحة اللي جوه اللي هي دي. فخلينا نرجع نشتغل تاني على الصفحة اللي بره. فزي ما قلت ان دي صفحات، نظام الصفحات في بعضها. احنا خدنا البيزكس، ودي خلاص بقى، خلاص والله دخلنا عليك 3 مرات يعني، خلاص. بس ممكن اقول له برضو لينك، ان انا اعمل لينك لبيج معينه، وهقول له انهي بيج، فقال لي مثلا هتدخل روح بقى على ايه، على الهوم بيج مثلا. اقول له مثلا الاستودي مثلا انا هفترض انا عايز اروح الاستودي، فده يبقى لينك ليها. انا مثلا واقف في الاستودي وعايز اعمل لينك للهوم بيج اللي هي بره، او اي بيج بره، فمش هعمل بيج جديده، لا، انا هقول له لينك تو بيج، واختار مثلا البيج، مثلا اقول له هات لي بيج بتاعت مثلا الهوم دي مثلا، روح عليها. فعمل لينك ليها لكن ما عملش صفحه جديده، حلو. يعني الفرق ما بين بيج، البيج بتعمل بيج جديده جوه البيج نفسها، يعني عملت بيج اهو، بقت فين، بقت فين جوه الاستادي، يعني دخلت كده اهو، فين يا ولدي،
ماشي. الهوم بيج جواها ستادي، جوه الستادي نيو بيج اللي هي دي اللي احنا عاملينها دي، مثلا نغير اسمها نخليها انر بيج مثلا. حلو. فهنروح كده هتلاقي انر بيج جوه الاستادي جوه الهوم بس. فالانر بيج دي بتكون صفحة داخلية، لكن لينك لينك تو بيج بشير لصفحة بقى موجودة في اي حتة داخلية خارجية مش فارقة بس. احنا كده خدنا البيزكس تقريبا. ايه تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن اخد كوتو. طيب في بعض من المثقفين المحنكين انا ما بحبهمش بصراحه. مثقفين مش مثقفين عادي، هم مثقفين بحناكه. لو انا محنك وهقول رايي بطريقه مش مفهومه ليك ولا لغيرك يا جاهل بس. فالمهم يعني ممكن الراجل ده يحب ياخد كود كده في اعمل لهم بلوك عموما الناس دي بصراحه. بجد اعمل لهم بلوك عشان مش ناقصه. فنعمل لهم كود كده، ياخد كود ويكتب ايه؟ المحنك الاعظم ده هيقول رايه. فهياخد كود بالشكل ده اللي هي ازاي؟ برضه زي ما احنا قلنا سلاش بعد كده كود. يكتب بقى الكود يهبط فيها براحته، يا رب يخليها في الاريا الخاصه بيه، ما يزعجناش بالحاجات دي. احنا تعبت من كتر البلوكات. عندنا كمان اضافه اسمها نوشن انهانسر، احنا ممكن نضيفها هنا كده. خلينا نشوف بتشتغل ازاي. انا هروح هنا الاضافه دي وهقول له اكسبت. ماشي. فممكن تضيف لي حاجات كتير عندي في الاضافه دي، حاجات منها مثلا الرايت تو ليفت بالشكل ده كده. ممكن اقول له مثلا توب بار ايكونز. ممكن اقول له indentation لاينز. ممكن اقول له سكرول تو اب، سكرول تو توب. ممكن برضه اقول له اوت لاينر. ممكن اقول له ايموجي وهكذا. في حاجات ممكن استخدمها براحتي. ممكن تبدا تقلب في الاضافه دي. انا حاليا اول مره افتحها، كان في حد قال عليها ربنا يبارك له يعني وكده. وفي دي وفي برضه السيمبلر داتابيز. انا ممكن اكتشف معاكم الحاجات دي ايه، بس اهم حاجه بالنسبه لنا رايت تو ليفت. فهنروح هنا كده ونشغل الاضافه دي. واحنا شايفين يا حبايبنا نوشن بقى الكلام على اليمين، على اليمين على اليمين يعني مش على اليمين، على اليمين ليه مش باللام. زي ما احنا شايفين نوشن الحمد لله ظبط الكلام وخلاه على اليمين عادي. فممكن اقول له بقى كده ايه؟ الحمد لله الكلام على اليمين. زعلت ولا ايه؟ انا بهزر يا عم. ماشي. بس ف بس كده. ده الكلام على اليمين، دي اهم حاجه احنا ممكن طلعنا بيها من الفيديو ده تقريبا، الكلام على اليمين. طيب خلينا بقى ندخل في حته ايه؟ ال- التنظيم بتاع نوشن. نفتح كده اكسترنال، نفترض مثلا ان ده النوشن بتاعنا. النوشن بتاعنا تبقى صفحه بيضه كده. ودي البيج مثلا اللي انت بتاعتك، اللي هي مثلا عندك كده في الهوم بيج كده، دي في المين بيج. متقسمه. احنا مثلا هنفترض ان احنا عملنا اول حاجه صفحه الهوم بتاعتنا. الهوم دي انا عايز منها اطلع كل حاجه. اطلع بقى منها ايه؟ مثلا الاستادي اريا مثلا بتاعتي، واطلع مثلا منها مثلا روتين مثلا. اطلع مثلا منها اي حاجه. انا حاسس ان انا ما عنديش حياه تقريبا بره المذاكره. اطلع مثلا منها الشغل. حاسس ان انا ما عملتش حاجه برضه، ما عنديش حياه برضه. بس تمام. آه ممكن اعمل حاجات كتير بقى. ممكن اروح الجيم، يعني بفكر بصراحه. بس فانت متقسم حياتك بالشكل ده. تقدر دي صفحات. اعتبر مثلا ان الحاجات اللي هنا دي كده دي الصفحه الرئيسيه. ماشي. والحاجات بقى اللي هي فين، اللي هي والحاجات دي اللي هي تحت بقى، الحاجات اللي انت في حياتك بقى انت بتعملها. الجيم، الشغل، آه الاهل، الحاجات دي والعيله والكلام، الحاجات الخزعبليه دي بس.
حاول انت حاول بقى تقسم بقى الصفحه بتاعتك. مثلا عرفت مثلا ان خلاص دي مثلا نفترض كده ان دي بيج الهوم، ومثلا دي الهوم بيج مثلا. خلينا نقسمها بقى. يعني انا بفترض معاك تقسيمه، انا مش بقترح، مش بنحط معايير للحياه بتاعتنا. ده مجرد اقتراح، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. حلو. طيب هفترض مثلا ان انا هاجي هنا كده هعمل بيجز. ماشي. عامل بيج آه للروتين مثلا. دي مثلا بيج تانية للهوم للشغل مثلا. دي بيج مثلا لمذاكرة البن تيستنج مثلا. دي بيج مثلا هتراك فيها المهام اليومية. دي بيج مثلا هتراك بيها حاجة معينة بس. فانا هخلي الهوم بيج دي حاجة المين بتاعتي، اللي طالع منها حاجات كتير. هخلي مثلا الهوم بيج دي دي المين بتاعتي، اللي طالع منها بقى ايه، حاجات كتير جدا بقى، الاهل والصحة والروتين والمذاكرة والحاجات الايه والحاجات دي. فهفترض مثلا دي بقى دي بيجز بقى بالنسبة لي مثلا. ده مجرد اقتراح، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. فانت ممكن مثلا واحد بقى ايه يبدأ يحط مثلا البلوكات بالشكل ده. لا، انا هخلي مثلا البلوكات مثلا مش بالشكل ده خالص، انا مش عاجبني الشكل ده. فمثلا اقول لك بص انا اشيل البلوك كده مثلا من هنا كده، احط مثلا البلوكات دي. فهي معايير بس. فخلي بقى الصفحات دي كلها قدام عينيك كده. انت مثلا ممكن واحد يقول لك بص انا هعمل مثلا ايه، شكل الصفحة مثلا بتاعتي عشوائية بالشكل ده. ممكن مثلا واحد يقسم سكاشن مثلا. ممكن مثلا اقسم مثلا ده ايه، ده الاهل مثلا، ده الاهل مثلا، ده مثلا والاقاء ده مثلا ايه الصحاب مثلا، مثلا وده مثلا اي حاجه بقى انت ممكن تقسمها براحتك. بس فده مجرد اقتراح، وهديك برضو بريف عن حاجات هنعملها. خد من الافكار بتاعتك بس. فهنقسم الدنيا بتاعتنا في الهوم بيج دي، بحيث ان انا هندل ابص على الصفحه بتاعتي. دي مثلا سيكشن الاهل واللمه الحلوه. دي سيكشن المذاكره والحاجات الخاصه بالمذاكره. دي سيكشن الشغل. دي سيكشن مثلا العادات اليوميه. دي سيكشن مثلا التحديات. دي سيكشن كذا مثلا. ده مجرد اقتراح. فانا قبل ما اخش افتح ويلا ونشكل ونلون ونشخبط شخبيط لخبط لخبيط، لا انا هقول لنفسي انا عايز اعمل ايه اصلا، عايز اتراك ايه بس. ومش شرط نعمل كل الحاجات اللي هي بتبقى زي الناس. يعني انت ممكن تعمل كل السكاشن الحلوه دي وما تستخدمش منها حاجه خالص. لا انا عايزك ممكن تعمل سيكشن واحد مثلا التاسكات اليوميه مثلا، هعمله بس الفتره دي. ده انا مش محتاج كل اللمه دي، مش في دماغي أصلاً، مش مهتم. مش شرط ادوش نفسي بقى واكستم الكستمه واظبط الحاجات دي. لا هعمل سيكشن نفترض مثلا اللي هو ده مثلا هقول ايه، التاسكات اليوميه مثلا. حلو. وده صفحه مثلا، ده في صفحه كده لوحده خلاص. انا في صفحه التاسكات اليوميه دي الصفحه بتاعتي خلاص. بس ظبطت الدنيا وبتاع وبقيت فاضي في يوم، ممكن اظبط بقى حاجه للاهل بقى مثلا. مثلا يعني بفترض يعني معاك احنا تصدق. بس ف تظبط حاجه برضو اهم حاجه طبعا امال. بس حاجه مثلا هتراك روتين معين بعد كده. انتظمت مثلا التاسكات اليوميه، فهاجي مثلا اعمل ايه صفحه واقول والله انا خلاص انا هظبط الروتين بتاعي، بتاع الايه الروتين مثلا اليومي. العادات مثلا، واجي مثلا اظبط العادات. ايه العادات والروتين، ايه الفرق بينهم بس. فهكذا حط استراكشر خاص بيك انت، ومش شرط تعمل كل حاجه. وخلي اقتراحات بقى. تعال نبص كده بالاقتراحات ممكن نعمل ايه. هديك فكره وبعد كده نشرح بيها بعد كده. تعال اخش مثلا هنا كده. انا بالنسبه لي يعني انا هشارك حاجه شخصيه جدا. التمرد ده بالنسبه لي مثلا احط العادات هنا. ماشي. عامل لها ايه، خلينا نبص كده في الاستراكشر بتاعها. دي اللايف ستايل بتاعي. بص هتلاقي مثلا في صفحات مثلا كلها هنا.
دي الصفحات كلها اللي هي موجوده ايه. انا لاممها، بس لاممها فين؟ في توجل زي ما قلت هنا كده. لما جيت مثلا في توجل هنا كده، وانا عندي بيج اسمها ستادي جوه، صح؟ فهقول له بص، آم، خلينا نعمل كده توجل، توجل مثلا، ماشي، وهقول له بيج مثلا. طبعا الشكل اللي هو الخط ده من بيج، من نوشن انهانسر اللي مظبط الحوار ده. حلو، وهسمي البيج دي تمبلت بلا 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 مثلا، اي حاجه مش فارقه، ماشي. ده شكل التظبيط اللي انا مظبطه عشان لو حبيت تظبط زيه يعني او كده. بس جيت مثلا هنا عملت واحده كمان مثلا، جيت بعد التمبلت دي اقول له اضافه، كليك، الت مثلا، كليك، في ضيف يعني، ماشي، كليك. فاقول له مثلا بيج تاني، بيج تانية مثلا، دي مثلا العادات اليوميه مثلا. حلو. بس رحت مثلا هنا كده، خلاص بقى ده مثلا بقى ده بالنسبه لي، ده التقسيمه عندي عامله كده. فانت هتلاقي دي فاتحه صفحه ودي فاتحه صفحه في الشكل ده هنا كده. بس خلينا نبص برضو، ده الاستراكشر، الصفحات كلها هتلاقيها، كل دي صفحات. يعني مثلا الهابت هنا هتلاقيها بس هي مجرد صفحه جوه اللايف ستايل يعني. فاللايف ستايل دي شامله الليله والحوار ده كله. حاسس انك تهت. ممكن ادي فيديو عادي يا معلم، بكدب بصراحه، بكدب جدا، انا بقالي ساعه ونص بسجل تقريبا، ساعه بس بصراحه. بس دي الافكار. مثلا عندي افكار، عندي حاجات مثلا بتيجي في دماغي او كده، دي صفحه موجوده فيها افكار. بس لو فتحتها كده تلاقيها فاضيه، عشان ما عنديش افكار. زي ما قلت في اول الفيديو، انا فقير افكار اليومين دول. بحور بصراحه، انا بسح عشان محدش يشوف افكاري. التو دو حاجات مثلا، انا بالنسبه لي ده اقتراحات مني مش اكتر يعني. انت ممكن تنفذ بقى الحاجات دي براحتك as you like. آه ده مثلا بورتفوليو، مثلا الحاجات بتاعتي اللي ممكن اعملها، عايز اعملها. ده مثلا التو دو، الحاجات اللي انا عايز اعملها، عايز مثلا اعمل بورتفوليو، اعمل كذا اعمل كذا، واخلصهم. مثلا خلصت كورس مثلا ايه، ال ال الباش مثلا. حلو، هرميه في الاركايف هنا. الاركايف دي هي بيج برضو يعني، عملت كده، عملت بيج، ماشي، وسميتها اركايف. حلو، بس مش اكتر يعني، الموضوع مش ايه ده، عادي. ف نفتح اركايف دي هتلاقي لك هي بيج اصلا، ماشي. ايه مقسمه اركايف، ايه حاجات انا عملتها وحاجات اللي لسه ما عملتهاش يعني. بس حاجات مش مهتم ليها ومش عاملها دلوقتي، فرميتها في الاركايف، فانا ما عملتهاش خالص. مثلا الحاجات دي عملتها، بس خلاص اعملها، ارميها هنا مثلا في الجزء ده. بس وكل دي مجرد افكار واقتراحات مش اكتر. خلينا ننقل للجزء الامتع في القصه كلها، جزء الداتابيز. الداتابيز انا مثلا ممكن ادخل هنا كده على الصفحه دي، خلينا نبحث بالكوماند اللي هنعمل سلاش داتا بيز. هيقول لي داتابيز انلاين فول بيج، داتابيز فول بيج، تيبل فيو، بورد فيو، كذا، في تايم لاين فيو. طيب ايه الفيوز دي؟ هنعرفها دلوقتي، نعرفها لما نعمل داتابيز الاول. فخلينا نعمل كده فول بيج داتابيز مثلا. قال لي انت عملت داتابيز جديده. حلو، في يعني عملها في شكل صفحه منفصله. حلو، يعني هو قال لي في داتابيز على زي ما عملنا الصفحه الجديده بالظبط، هو وديها لي في حته منفصله كده، زي صفحه منفصله بالظبط، زي صفحه لكن هي صفحه، ماشي، زي الصفحه المنفصله بالظبط بقى. لكن دي داتابيز بقى جواها ايه؟ جواها التيبل بقى بتاعنا. دلوقتي عملت داتابيز زي صفحه منفصله، فهقول مثلا دي
آم، مثلا yearly جولز مثلا. طيب الكلام ده كان شرحه احمد ابو زيد في فيديو كده، انت ممكن تبص عليه. والتخطيط الثانوي والربع الثانوي والنص ثانوي والحاجات اللي انت بتعملهاش دي ممكن تبص عليها. بس خلينا ده نفترض ده المثال يعني. وانت حط بقى اهدافك وبلا بلا بلا والحاجات دي، انت اعرف بقى منه بتمشي ازاي وروح طبقه على الداتابيز. فمش هنعمل كده بصراحه دلوقتي. خلينا مثلا نقول ايه، احنا هنذاكر مثلا آم آم هذاكر مثلا مسار الباك اند ده، مع كامل احترامي للفرونت اند، بس مش كمان مش هنتكلم على الاشين يعني. ما خلاص بقى، احنا عارفين يا ابني الحاجات دي، انت كبرت يا ابني على الحاجات دي. ناقشت ايه يا ابني؟ وخلينا مثلا عشان اخواتنا النقاشين ما يزعلوش هنديهم مثلا ايه، كولر مثلا. اخواتنا الفرونت حبايبنا برضو، ما احنا ما بنهزرش. ايه مش عارف، بس حاجه بنهزر، احنا بنهزر. بس وغير مثلا الشكل الحلو اللي وراك ده بس. وممكن بقى تقول له ايه، انت يا معلم هتعمل لي الداتابيز دي. هتعمل ايه في الداتابيز دي؟ ايه الداتابيز دي؟ طيب انا مثلا، هو بيقول لي هنا انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل صفحه جديده. يعني ايه صفحه جديده؟ خلينا نبص كده. انا هقول له مثلا في مسار الباك اند سي هتعلم مثلا جي اس او جافا سكريبت. ماشي. فراح عامل لي ايه؟ قال لي اعمل لي بيج جديده اهي. فممكن افتحها الصفحه دي في جنب كده. ممكن اغير بقى فيها مثلا زي اي صفحه، لكن هي جوه الداتابيز دي. يعني خلينا كده جي اس. في جي اس ليه؟ في جي اس ماشي. راح اجيب ايكون جافا سكريبت الاول واجي. بس فبقت صفحه زي صفحه. غير مثلا الكفر مثلا او كده، ممكن تغير براحتك يعني انت as you like. طيب انا ممكن اعمل خصائص للداتا اللي عندي دي، للصفحه اللي عندي دي. انا ممكن اعمل خصائص بقى معينه. اه يعني مثلا ممكن يقول لي انت ممكن تضيف مثلا description مثلا. ممكن مثلا تضيف الستاتس بتاعتها مثلا، الحالة بتاعتها، انت مثلا بدأتها ولا لا، عملت كذا ولا في البروجرس بتاعك مثلا، ولا خلصتها مثلا. ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اقول مثلا النمبر، لو مثلا بحط ارقام او حاجة وليها استخدامات تاني النمبر دي، بس هنتكلم فيها كمان نصايه كده. بهزر ان شاء الله نخلص بسرعة عشان انا زهقت. بس ان انا سلكت كل دي بريبرتي، انا هحطهم مرة واحدة كده ونتكلم عليهم بقى براحتنا. ماشي. ايه تاني مثلا انا ممكن ايه، مم، خلينا بس كده الحاجات اللي بيزك كده. اللي تشيك مثلا تشيك بوكس مثلا. آه الفايل، اليو ار ال، البيرسون، التكست. طيب كل الحاجات دي احنا ممكن نضيفهم على الداتابيس بتاعتنا. طيب خلينا نبص عليهم كده، يعني عشان لو نصغر بقى سنة كده. طيب انا هنا بقى ممكن اضيفهم من هنا، ضيف ديسكريبشن مثلا، او الجافا سكريبت مثلا كورس مثلا ستادي مثلا جافا سكريبت. ماشي. ممكن مثلا اخلي الحلقه بتاعتنا مثلا بذاكرها لسه. مثلا نمبر دي، نمبر دي بقى ممكن يعني حته النمبر دي ممكن اعمل فيه حاجات مثلا مختلفه. حتى في حاجه اسمها فورمولا، آه هنبص عليها. فخلي النمبر دي دلوقتي نمسحها كده، نضغط على دي بروبرتي. طيب اسلكت ايه؟ انا ممكن مثلا اقول له بص انا اسلكت كذا حاجه مثلا، دي مثلا تخص مثلا الباك اند مثلا. طيب الجافا سكريبت كمان تخص مثلا الايه الفرونت اند مثلا. حلو. ممكن مثلا سايبر سيكيورتي مثلا، بنتريشن تيستنج مثلا، بن تيستنج مثلا.
حلو. فانا هنا بسلكت اقول له مثلا انا هذاكرها لايه، مثلا للباك ولا للفرونت ولا للايه، البن تيستنج مثلا. انا اقول له مثلا هذاكرها للباك اند مثلا. طيب الديت ممكن اقول له الديت بتاعي هتبدا دلوقتي، هبدا دلوقتي. ممكن اعمل واحده كمان ديت كده، اقول له دبليكيت للبروبابيلتي دي. انا حاسس ان الموضوع اكبر او اكبر من كده، بس انا عايزك تتعود تدعبس وتجرب وكده بس. ويعني اعرف بقى، انت تخش كده خبط. مش عايزك تشوف كورس 7000 ساعة لنوشن، لا، عايزك تفهم الكونسبت وابدأ جرب بايدك. ماشي. في هينتهي مثلا في 26 مثلا في فبراير مثلا. اخلصها مثلا، اعمل تشيك عليها مثلا كده خلصتها. طيب انا ممكن مثلا اضيف صورة او حاجة هنا، احط مثلا لينك مثلا لفيديو او حاجة. ممكن احط يو ار ال مثلا مثلا اتش تي بي اس مثلا، مثلا ايه، جوجل دوت كوم مثلا. ويودي على اللينك على طول. ممكن اضيف شخص معايا مثلا لو في شخص بأساين ليه التاسكايه دي. ممكن احط نوت مثلا هنا، نوت مثلا على حاجه اللي انا عملتها دي. اقول مثلا ما ذاكرتش مثلا. فدي باختصار داتابيز. طيب ده مثلا داتابيز للباك اند. طب انا هاجي اعمل واحده جديده، صفحه جديده، عايزها تكون خلينا نقول مثلا بلاش دي باك اند، بلاش باك اند، خليها مثلا جافا سكريبت. انا عايز كل ما اجي اعمل صفحه جديده تطلع لي بنفس الشكل ده كده، بنفس الايه الايقونه والبلا بلا بلا والصوره دي. طيب انا لو جيت عملت صفحه جديده، صفحه جديده، ولا مثلا ايه، هذاكر يا عم مثلا جافا سكريبت مثلا فاريبل مثلا. حلو. هاجي ابص على الصفحه اللي عملها لي. طب ثانيه ابطأ. ماشي. هلاقيها صفحه بيضة قرعه ما فيهاش اي حاجه. طيب انا عايزه في كل مره ياخد يعمل لي تمبلت يعني تمبلت للصفحه الجديده اللي هضيفها في الداتابيز دي. فانا هاجي هنا هقول له بدل لما اجي اقول له نيو، بيضيف لي صفحه ايه، قرعه، صفحه قرعه ما فيهاش اي حاجه. حلو. لما تعمل ارجع. فانا همسحها كده وهقول له بص. فهاجي هنا واقول له اعمل لي تمبلت جديد للجافا سكريبت. حلو. هقول له مثلا اسم الصفحه جافا سكريبت مثلا، او اي حاجه بقى انت تحبها. مثلا اقول له بيج تايتل مثلا، واغير مثلا الايقونه دي واخليها مثلا ايه، الايقونه دي مثلا، او بلاش دي. واغير الايقونه بالشكل ده، اقف عليها واقول له ابلود مثلا، واقول له الصوره اللي انا جبتها، واسميها مثلا، خلينا جافا سكريبت عشان لو احتاجناها تاني جافا سكريبت. ربنا ما يحوجناش لحد ابدا. بس هنضيفها مثلا الايه الايقونه دي عندنا ثابته. ماشي. ممكن بقى تشينج الكفر مثلا براحتك، اختار مثلا سبلاش مثلا، نقول له مثلا كودنج. ماشي. وخرجت. فهنا عمل لي بيج تايتل. انا بقى الديفولت بتاعه بتجيبها لي فاضيه، لا انا هقول له خليك الديفولت بتاعك دي الجافا سكريبت الصفحه اللي احنا عاملينها. يعني لما اقول له بقى نيو بعد كده، يعمل لي صفحه جديده اسمها بيج تايتل بالايه، بالتايتل بتاعنا، بالحاجه بتاعتنا، بالتمبلت بتاعنا ده. طيب انا ممكن مثلا اعمل ده ازاي؟ خليك تفكر فيها، او مش عايز اعملها لك بنفسي، بس خليك تفكر فيها كده. انت بتعمل عاداتك اليوميه بالتايتل ده مثلا او كده، تاسكايه ليك، جرب تعملها مع نفسك، انك تروح عامل الحركه دي، تقول له بص يا معلم، انت عملت ايه الصفحه دي بالشكل ده، وبعد كده عملتها ست از ديفولت. انت ممكن تعمل ريبيت ليك لكل يوم. مثلا انا مثلا كل يوم متعود الخمس صلوات مثلا، فهقول له ريبيت باي داي مثلا،
محتاج مثلا ايه كل اسبوع مثلا، آه كل ويك اند مثلا، او كل ويك يعني مثلا كل ويك مثلا بشوف زي مثلا فيلم مثلا او حاجه عاده مثلا بتاعتي، فهعملها كده بتظهر واقول له ايه كرر لي الموضوع ده كل اسبوع. فقول لي مثلا الاسبوع بقى يبدا عندهم الاثنين، فانا مثلا لا خليها الجمعه مثلا، واقول له مثلا التاريخ وهكذا والحاجات دي، وظبط بقى الدنيا وسيف. تمام. هتيجي بعد اسبوع هتلاقي لوحدها اتكررت. يعني بس اول حاجه ان انا ايه بقيت ريبيت ويكلي خلاص. فانت ممكن تعملها مثلا ريبيت ديلي مثلا، خليها مثلا داي مثلا، سيف مثلا. كل يوم بالليل هتلاقي التاسكات دي اتكررت لوحدها، تلقائي يعمل لك صفحه جديده لوحده. فدي افكار، مش بنحفظ شكل التمبلت، احنا بناخد افكار مش اكتر. في اعدادات بقى لذيذه. ايه الاعدادات اللذيذه؟ خلينا نرجع كده، هنخش مثلا على الديسكريبشن دي. انا ممكن اغير شكل الديسكريبشن دي اخليها لنمبر مثلا. حلو. فمش هتاخد مثلا مني حاجه. يعني جيت كتبت مثلا ايه اي كلام، مش هاخد كلام، هو نمبر يا معلم. فهاخد ارقام مثلا من 33 مثلا. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اتشينج البروبرتي دي برضو، ان انا اخليها مثلا بالستيتس مثلا، اغيرها لاي حاجه تانية. ممكن اخليها رول اب. رول اب ده بيعمل ايه؟ خلينا نبص عليه كده. مش دلوقتي، مش دلوقتي. ممكن مثلا ارجع اخليها كده شكلها بالبار مثلا. حلو. فده مثلا 33 من 100. طب لو جيت مثلا خليت الرقم ده مثلا 100، اه مثلا انت بقيت 100 100. طيب الحاجات دي هتعرف تستخدمها فين لما تيجي ناحية الايه فورمولا. ماشي. بس فممكن برضه اعمل حاجات تانية. ممكن آه، احسب ال calculate مثلا count all مثلا الحاجات دي كلها. انا عندي كام تاسكايه مثلا او كده 2. عندي مثلا كام بيج 2. انا ممكن اجي هنا برضو مثلا اقول له كده ايه calculate مثلا count values مثلا. عندي 2، 1 و2 بيج تايتل وجافا سكريبت بس. ممكن نعمل جروب لبعض البيجز الموجوده دي. بعض الحاجات اللي موجوده ممكن اعمل لها جروب. يعني ايه اجي مثلا هنا على الاند ديت مثلا اعمل جروب بيه. ازاي؟ خلينا نبص كده. هو عمل لي جروب للحاجات اللي شبه بعضها منتهيه مع بعضها. مثلا الحاجات اللي انتهت في 11 فبراير مع بعضها دلوقتي 26 مثلا. يعني ربنا يدينا الصحة طولة العمر ويديكوا الصحة طولة العمر يعني. ماشي. وخلى مثلا الحاجات اللي هي في 26 حلو برضو مع بعضها. طب خلينا نعمل نيو كده، وهاجي اعمل مثلا تاريخ برضو جديد. مثلا افترض ان انا نهيت الموضوع ده في يوم 26. هيروح فين؟ هيروح مع 26. طيب انا لو خليت التاريخ ده في 25 هيروح في حتة لوحده. حرفيا هيبقى واخد البتنجان، واخد البرجر في حتة تانية. بس فهو كده بيعمل جروب، بيعمل كوليكشن كده. انا هعمل جروب على ايه؟ هعمل جروب. انا عملت هنا جروب على التاريخ. قلت له بص يا معلم، انت اي تاريخ شبه بعضه هتجمعه مع بعضه، اي تاريخ انتهى مع بعضه هتجمعه مع بعضه. بس. فلذلك لو رحت غيرت دي كده من 26 هتروح مع ايه مع 26. طب لو 11 فبراير دي يعني نلعب استغفر الله العظيم يا رب. ازاي يا ابني؟ لو رحت مثلا خليت دي 26 فبراير ايه، لو خليت دي برضو 26 لكن نوفمبر اللي احنا فيه ده هتروح برضو مع ايه مع 26 نوفمبر. هبقى اعمل جروب لبعض الحاجات اللي هي تخص التاريخ ده مع بعضها. انا ممكن استخدمها في ايه؟ ممكن استخدمها في الحاجات اللي هو مثلا ايه آه كل اسبوع مثلا، كل نهاية اسبوع مع بعض وهكذا. انت بقى ممكن تاخد الافكار تشوف انت ممكن تعمل بيها ايه. انا مش بشرح تاني آه ازاي تنظم حياتك وكده. انا بديك عايزك تشغل دماغك يعني لو تاخد الافكار تنفذها براحتك، انت تهندل الدنيا بايدك وتفهم التمبلت الجاهز تعمل له كاستمايزيشن ازاي على مزاجك انت. بس. ممكن اعمل سورت بايه؟ بالتاريخ مثلا. اعمل سورت بالتاريخ البدايه تاريخ النهايه. بس اعمل سورت مثلا بتاريخ ايه البدايه. هاجي مثلا هنا كده اقول له سورت ascending من الصغير للكبير. 2 19 26. انا مثلا عايز اعمل له طب من الكبير للصغير ده ascending.
فيروح مثلا مرتبهم لي بالتاريخ. طب انا هرتبهم زي نفترض مثلا أنا عايز ارتبهم بالايه، م- م- بالحاله بتاعتهم مثلا. اختار مثلا الحاله بتاعتهم. حلو. مثلا هيجيب لي مثلا في البروجرس في الاول اللي هو الدون، بعد كده ان بروجرس، وبعد كده ايه اللي هو صح ولا ايه؟ مش عارف. والله ما انت عارف اي حاجه. بس خلينا نقدم الستاتس مثلا كده عليها الاول. فراح قايل لي ايه الاسندنج اللي هو الان، وبعد كده اللي قبلها الاي، بعد كده الايه الدي. طيب نعكس الدنيا نخليها الاسندنج بقى الدون، بعد كده ان بروجرس، بعد كده الايه نوت ستارتد. فانت هنا بتكون الاولويه اللي فوق ده بيكون ليه الاولويه. يعني هنا الاولويه للتاريخ مش للستاتس مثلا عشان هي الاول. فرتب بالتاريخ الاول 26 19 22 بس. ده فكره السورتنج. عايزك برضو تقعد تجرب الحاجات دي كلها مع نفسك. نفلتر، ممكن نفلتر بقى انا عايز ايه اللي يظهر لي وايه اللي ما يظهر لي قصدي على اي اساس. يعني مثلا انا عايز يظهر لي الحاجات اللي الحاله بتاعتها الستاتس بتاعته ماشي يظهر لي في البروجرس بس. فلو عملت كده هيظهر لي اللي في البروجرس بس. طيب انا خلاص ظبطت الدنيا وعايز اشوف الحاجه دي تاني. هروح اعمل كده كليك يمين شمال معلش ديليت فلتر. اجي هنا السورت مثلا، زهقت من السورت ده مش عايزه هديليت وخلاص بس كده. حاجه كمان، انا ممكن اتحكم في اللي اوت. اشوف مثلا البروبرتي فيزيبيليتي ايه اللي يظهر. يعني ممكن اخفي الديسكريبشن، ممكن اخفي الستيتس بتاعته، ممكن اخفي مثلا الستيتس برضه سبحان الله الديت مثلا، ممكن اخفي التشيك بوكس، ممكن اخفي الفايلز، ممكن اخفي كذا حاجه، ممكن هايد اول. حلو. بس الحاجه اللي هي الاي دي مش هتتمسح مستحيل لان دي الحاجه الاساسيه الوحيده بس حاجه اساسيه ما بتمسحش مهما حصل، ولا بتتمسح ولا بتخليها ما تتشافش. ممكن اعمل شو اول مثلا واظهرهم كلهم. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ زي ما قلت الجروب مثلا اعمل جروب ليهم بحاجه معينه. ممكن مثلا ايه اكلر مثلا الدنيا نيو كلر سيتنج مثلا ميم مثلا اغير مثلا الشكل ده اخليه بالديفولت. ممكن اخليه مثلا بالشكل ده. بس ممكن امسح الجروب اصلا، ممكن اخش على الجروب كده اللي عملته بالديت ده، لا يا عم مش عايز الجروب ده انا عايز امسحه. ماشي. بس ممكن اخد كوبي، ممكن اظبط ايه البروبرتيز دي. البروبرتيز يعني لا بروبرتيز بلا بلا بلا. ف ممكن اغير بقى التايب بتاعه بتاع الديت مثلا، اغير تاني اللي هو اللي احنا بنعمله اللي هو البروبرتيز دي اللي هنا دي. بقدر اغيرها من هنا. يعني البروبرتي من هنا هي نفس البروبرتي اللي هنا. ماشي. فالبروبرتيز دي هي نفس البروبرتيز دي. مفيش حاجه مختلفه جديده. I think شويه حاجات بقى كده انت ممكن تبص عليها في الاوتوميشن. مش هتكلم فيها عشان ما اعرفش. مش هفتي يعني مش هفتي. بس ف ده باختصار داتابيز. طيب حاسس ان الموضوع سريع، حاسس ان الموضوع سريع، حاسس ان الموضوع يعني ملعبك شويه. لا، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. انت خدت الافكار دي كلها بلعتها حرفيا، اقعد جربها. يعني انا عايز اديك كاستم تمبلت انت تعرف تتعامل معاه ازاي. بس فخلينا كمان ناخد اخر حاجه كده عشان الوقت الساعه بقت 8 وقدامنا شغل الله يبارك لكم. طيب انا ممكن اعمل بقى الداتابيز دي مثلا. انا رحت مثلا في صفحه الاستادي. حلو. وهمسح الحاجات دي خلاص مش لازمه. انا عندي داتابيز اللي احنا عملناها دي، فانا عايز اظهرها. فهقول له بص انت تعمل لي انلاين داتابيز على نفس السطر ده، هتعمل لي داتابيز. ماشي. وهختار مثلا الداتابيز اللي احنا عملناه. احنا كانت اسمها ايه؟ جافا سكريبت مثلا. هتروح تجيبها لي. فهو هيروح يجيب لك هيروح يجيب لك الداتابيز. احنا زي ما قلنا هو بيروح يجيب لك ايه الداتابيز اللي انت كنت عاملها. حلو.
طب انا ممكن اعمل داتابيز جديده خاصه بيا، اقول له اه ممكن اعمل انلاين داتابيز في نفس السطر هنا في نفس المكان في نفس الصفحه. هي داتابيز اهي ماشي، ونسميها مثلا مثلا بي اتش بي مثلا، نقول له ماشي. بس ونعمل داتابيز بقى وبلا بلا بلا والحركات بتاعتنا الحلوه دي بس. لكن هتلاقي ان دي في نفس الصفحه عادي، لكن دي بتريليت ريليتد لايه للصفحه اللي هي بتاعت الجافا سكريبت. لو ضغطت عليها هتوديني على الايه، على الداتابيز، البيج اللي فيها الداتابيز. طيب البي اتش بي دي موجوده في استادي، هتلاقيها جوه الصفحه بتاع استادي. يعني لو دقينا على ايه، على استادي كده، بص وفتحناها هنا كده، هتلاقي فيه بي اتش بي صفحه جوه الايه، ال الاستادي. كمان ممكن نعمل حاجات مختلفه، ان احنا مثلا عندنا الفيو ده، الفيو التيبل ده، انا مش عايز الفيو ده، انا عايز مثلا الفيو بالجاليري مثلا. آه شكل المعرض مثلا بتاع الصور ده حلو بس. فخلاص عملت الشكل ده، انا ممكن اعدل في الشكل ده حاجات حلوه يعني. اللي اوت بتاعه انا قلت خلاص ان ممكن جاليري، ممكن ليست، شكل ليست كده، ممكن مثلا يبقى كالندر ماشي. ده مثلا ده في البيج مثلا الصفحة مثلا في اتنين عملت كذا وفي ده عملت كذا. ممكن برضو اغير اللاي اوت بتاعي برضو، ان انا اغيره اخليه مثلا ممكن ماشي، ممكن اغير اللاي اوت خالص، ممكن مثلا اخليه حاجات مختلفة. ولا خلينا نرجع ناخد ايه الجاليري كده عشان بحبها، او ممكن ناخد البورد مثلا زي كانبان مثلا او كده. لو مثلا ايه ده مثلا في النوت ستارت مثلا، ده في الدون، ده في كذا. طيب ممكن اظهر حاجات بقى، البروبرتي فيزابيليتي، اعملها شو اول، هيظهر لي كل حاجه حلو. فمثلا بدل كارد عندي ودي الخصائص بتاعته، افتح الكارد ده مثلا او كده تشيك بوكس خلاص، افتح الكارد ده مثلا وهظبط فيه حاجات واقول له مثلا اي حاجه مثلا بلا 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 بلا, بلا. بس وخلصت بقى في ده الكارد عندي. وممكن مثلا بروبرتي مثلا ايه ده باك اند مثلا زي كامبان مثلا والحاجات اللي هي دي وبس. تريلو كده ممكن مثلا ارميها هنا. ثانية واحدة، ممكن ارمي مثلا دي هنا، ممكن ارمي دي هنا مثلا. خلصت مثلا، لا مش ما بدأتهاش لسه، ممكن دي حاجة بدأتها في البروجرس بتاعها وهكذا. فزي الايه تريلو والحاجات اللي هي بتاعت الناس الحلوة دي ماشي. في برضو الفيو بقى عندنا اللي انا عايز اجيبه من الصبح، اللي هو الفيو الجاليري ماشي. انا ممكن اقول له افتح الصفحة فول بيج او في سنتر مثلا، او ممكن اقول له في جنب مثلا سايد بيك سايد، ممكن اقول له في جنب كده بس. ممكن اقول له ورب كونتنت، يعني خلي الكونتنت ينزل تحت بعضه. طيب انا بقول له الفيو كارد بيظهر لي هنا ايه، هنا لما كتبت اس 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 اف 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 ظهر لي الكونتنت بتاع البيج، انا عايزه يظهر الكفر بتاع البيج مثلا بس. فظهر لي ايه الكفر بتاع البيج وهكذا. جرب بقى تعبث مع الحاجات دي، يعني افتح كده الايه البروبرتي، ممكن اشو اول كده فيظهر لي كل حاجه خاصه بالكارد دي. مثلا هنا مثلا التشيك بوكس والحاجات دي ما ذاكرتش عملت كذا دي مثلا وهكذا، يعني الاشكال بقى الحلوه دي. فدي خلاصه دي خلاصه الكارد. والفلاتر طبعا ممكن اقدر افلتر برضو زي ما قلت، ان احنا نفلتر مثلا باي حاجه احنا نحبها، بالستاتس مثلا باك اند ماشي، هيظهر لي بس الحاجات اللي فيها باك اند بس. وممكن اعمل تاني فيو تاني جاليري تاني وفلتر تاني بشكل تاني. يعني مثلا اقول جاليري هنا مثلا، فهيجيب لي كل حاجه، واروح اقول له بص انا عايزك بقى تفلتر لي في الشكل ده هنا، انت هتفلتر بالايه، بالايه بالاند ديت مثلا اللي منتهي مثلا في الويك ده بس. وهقول له مثلا اظهر لي بقى البريبرتي
اظهر لي مثلا ايه السلكت والستاتس مثلا واليو ار ال بس، وارجع خلي الكارد فيو، شكل الفيو بتاع الكارد اللي هيظهر يكون ايه، مش البيج كونتنت، يكون مثلا لو في عندي فايل او حاجه انا رافعه مثلا، او ممكن مثلا ايه البيج كفر مثلا بفلتر تاني، ممكن اعمل ايه فيو تاني بفلتر تالت وهكذا. ده يعني جو اون يا معلم. طيب اخر حاجه بقى والعياذ بالله الفورمولا والريليشنز. يعني الله، انا مش عارف الحاج جاب الطاقه دي منين ان هو يقعد يتكلم كله. طيب نمسح، خلينا كده نبص على الحاجات دي. نقول مثلا هنعمل انلاين، هنعمل بيج تاني، نعمل بيج كده، هنقول بقى ايه ريليشنز، الحاجات اللي انت مالكش علاقه بيها، يعني ما عدتش عليك انت الحاجات دي، انا عارف معلش، هتفرج ماشي. وعشان انت كلاون بصراحه فهنسيب لك دي كده بس. فايه هنعمل انلاين داتابيز بقى، ونعمل بقى ريليشنز في الداتابيز. انت ما عرفتش تعملها في الاس كيو ال، هتعملها في نوشن يا اخي بقى. نقول مثلا ده ويك، ودي مثلا ايه هنعمل برضو ديفايدر كده، وهنقول مثلا ايه ده انلاين داتابيز برضو، داتابيز انلاين مش فارقه كتير يعني ماشي. وهقول له مثلا ايه دي دي مثلا، عشان برضو ايه بحب انا الحنيكه. فهقول له كده توجل بقى ايه لناس كده، اقول له ديلي، واروح رامي البتاع البلوك ده جوه الايه التوجل، عشان لما اجي اقفل كده اقول لي واو ماجيك كده فبس. وهرمي بقى الويك ده البلوك ده هنا كده في الايه جوه هنا، عشان يبقى ايه ده شكله لذيذ ولزوز وحلو ماشي. فممكن برضه تديه شكل كده ايه، نغير الخلفيه بتاعته، اخليها بينك عشان هي بتحب بينك وانا بحبها. لازم حنكش في اي حاجه يعني. طيب خلينا نفترض انك انت الاسبوع ده عندك الاسبوع ده مثلا، ده الاسبوع التالت مثلا في الايه في حياتك، او يوم بدأت نوشن او ايا كان. يعني نفترض ان ده الاسبوع التالت، فانت تيجي مثلا عندك مهام في الاسبوع ده، وليكن عاوز عاوز مثلا تخلص كورس بايثون والعياذ بالله. طيب طبعا انت عارف تعمل التمبلت ازاي، تروح مثلا ايه انت تروح تمبلت بقى كده للويك ده، تقول له ايه التمبلت يا عم، اي حاجه تعملها، اي حاجه براحتك يا معلم. عايز مثلا تضيف بريبرتي مثلا انا بس مش عايز اطول في الموضوع. ستيتس مثلا notes مثلا ايا كان، فنغير الايكون مش فارقالي قوي بس. وهتروح خليه مثلا set as default مثلا. انت بقى بتعمل الحاجه دي براحتك يعني، بس بتكلم فور اكزامبل يعني. نمسح ده كده المعفن ده ماشي. فاقول له نيو، اعمل ايه ال ال الشكل الجديد ده. طب انا ممكن ما اخلوش يفتح في جنب، ممكن اخليه يفتح في صفحه جديده. اقول له خلاص انت بدل ما تفتح كده اللي اوت تخش في اللي اوت ده، هقول له بدل ما تفتح في جنب في سايد افتح لي في صفحه فول بيج او في سنتر مثلا. حلو، بس ما بحبهاش كده اصلا، ما بحبهاش اصلا، انا اخليه يفتح في السايد عادي ماشي. فاخليه مثلا اسميه تاسك مثلا بايثون، هخلص مثلا الاسبوع ده اسم كورس. انا عندي مثلا كل وهضيف مثلا هنا في البروبرتي اليومي مثلا بتاعي ده، اللي ده الديلي. انا ممكن اوريكم فور اكزامبل يعني مثلا ده الديلي، ده الديت مثلا النهارده مثلا ايه السبت. وانت بقى مش هنغير بقى التمبلت يا عم، انت وجعت دماغنا بقى. الحد انت غير براحتك، انا عارف انا بحب الحاجات الحلوه وشكلها حلو، بس غير براحتك انت مش عدل كتير. فده مثلا كان يوم 13 وده كان يوم مثلا 20
حلو. طيب انا ممكن اعمل ريليشن ما بين الاتنين ازاي؟ عايز اقول لكم بس الموضوع ده انا مش حريف فيه، ماشي، يعني مش محترف فيه، بصمجه من الاخر، فهبصمجه معاكم. فانا هعمل ريليشن، هقول لي ريليشن مع ايه؟ هقول له ريليشن مع الاسبوع الثالث ده. الاسبوع الريليشن دي ايه؟ تو تو واي، يعني تو واي ريليشن شيب. ريليشن شيب، معلش انا اخر اليوم ايه، بدايه اليوم، فعملت ايه؟ ريليشن ايه. طيب فبقى مرتبطه هنا الاسبوع ده مرتبط باليوم ده. يعني مثلا انا هقول له كده في السبت الممتاز ده انا هعمل حاجه مرتبطه بكورس بايثون. حلو. فيسمع لي هنا يقول لي انت اللي في الكورس بايثون عملت كذا يوم السبت. جيت مثلا هنا في يوم الاحد عملت برضو حاجه في كورس بايثون، يقول لي والله انت عملت يوم الاحد كمان في كورس، ما شاء الله عليك انت شطور. طيب تاني الريليشن، هاجي هنا اد بروبرتي ريليشن، واختار الداتابيز اللي انا عايز اعمل معاها ريليشن، وليكن مثلا الجافا سكريبت. تخيل، هقول له ايه؟ واي تو واي ريليشن شيب، وريليشن شيب تاني تو واي ريليشن، وايه واضيف ريليشن. فهلاقي مثلا في الجافا سكريبت عندي في البيج تايتل في الجافا سكريبت. حلو. فاختار مثلا عملت حاجه في الجافا سكريبت مثلا، واقدر مثلا اعمل حاجه في الجافا سكريبت كده. طب ايه فايده الريليشن دي؟ انا ابقى عارف مثلا ايه اللي مرتبط ببعضه. يعني ما تلاقي كده ده مثلا ده الاسبوع، ده مثلا ايه الاسبوع مثلا ده اي حاجه بقى، ده ممكن مثلا اسبوع، وده مثلا ايه اليوم. هتلاقي الريليشن هنا. هنا مثلا لو هنا اليوم، ماشي، لو ده اليوم بتلاقيه في ريليشن مع الاسبوع. طب مش ده الاسبوع، هتلاقيه في ريليشن مع ايه؟ مع اليوم. يعني مرتبطين ببعض، و تو واي ريليشن شيب، ريليشن تو واي ريليشن. بس طيب انا ممكن استفاد بيها في ايه؟ بص يا معلم، عندي حاجه اسمها رول اب. انا ممكن اضيف مثلا حاجه كده، اقول له مثلا ايه تشيك مثلا كده تشيك بوكس. ماشي. هروح هنا فوق هقول له عندي حاجه اسمها رول اب. رول اب ده ايه؟ يقول لي بص انت هتروح هتشوف ايه هو مرتبط مع ايه، مع الريليشن بتاعته مع ايه. عنده ريليشن مع دي صح، روح هاتها. حلو. فراح جايب لي الحاجه اللي هنا دي. طب انا ممكن ايه اللي هستفاده من الرول اب دي؟ اقول له بص يا معلم، انت هتيجي هنا وهتربطها لي. التارجت بتاعك هيكون التشيك بوكس. حلو. بص جاب لي ايه؟ هتلاقيه جاب لي التشيك بوكس على طول. طيب انا عايز اظهر ان خلاص ان ربطته التارجت بتاعي، وخلاص احنا عارفين ان الويك في ريليشن مع الدي، وخدت بقى ريليشن التارجت بتاعي. حاسس ان الموضوع متوه، معلش. التارجت بريوريتي ده مع التشيك بوكس. طيب انا عايز اقول بقى انت خلاص ربطتهولي، جبت التارجت محدد لي التشيك بوكس، هتشوفه من هناك، هيشوف التشيك بوكس في الدي ده. اه شايفه. طب بص يا معلم وانت هناك كده احسب لي كاونت كاونت اللي معمول له unchecked بقى، unchecked. ماشي. في حاجه مش معمل لها unchecked، هقول له مثلا هقول له مثلا الاثنين مثلا. ماشي. الاثنين. طيب ما ظهرليش حاجه هنا ليه؟ لاني ما عملتش علاقه مع الاسبوع. فهقول له خلاص مثلا انا هروح في الاسبوع ده انا هربطه بكورس بايثون. حلو. مجرد ما ربطته، يعني قلت له بص انا الاثنين ده المفروض كنت اعمل حاجه بكورس بايثون.
ماشي، ونفترض مثلا يوم 25. لقيته قال لي ايه، بص انت فعلا والله انت عندك يوم الاثنين انت عندك في حاجه ما اتعملتش فعلا، في واحد ما اتعملتش عليه تشيك. طب وكده مفيش، ده في اتنين ما عملتهمش في الاسبوع ده. فممكن اقول له مثلا دي ان تشيك ده مثلا. ماشي، وهقول له بقى اعمل لي واحده كمان. يعني خلاص مثلا نشيل دي دلوقتي كده، لما تعالى كده. طب انا هقول له بص بقول لك ايه، انا عايز واحده كمان رول اب. عايز اعرف، انا عرفت اللي عملت له ان تشيك. طب انا عايز اعرف اللي اتعمل له تشيك. فاقول له ماشي. فهتقول له رول اب تاني. رول اب دي احنا عرفنا انها بتقدر تجيب الحاجات بشكل سبيسيفيك. يعني خلاص مثلا احنا كده اديت، هنروح ايه في ريليشن، احنا عندنا ربط مع ايه، الاسبوع ده ليه علاقه مع ايه، مع الدي. فهقول له طيب هتروح بالايه، بالتشيك بوكس. هتكاونت بقى ايه اللي معمول له تشيك. فقال له انت ايه في اتنين. اقول له مثلا دي كده نغير اسمها نخليها تشيك. ماشي. فقال لك في اتنين مش معمل لهم تشيك، وفي واحده بس معمل لها تشيك. طب وكده في اتنين معمل لهم تشيك وواحده مش معمل لها تشيك. طب وكده تلاتة معمل لهم تشيك وواحده مش معمل لها تشيك. طيب لو حته الداتابيز دي مش واضحه، حاول تشوف الحته دي مره واتنين، وتجرب مره واتنين. ولو قتلت في حاجه حاول ما تسالنيش على قد ما تقدر، يعني تحاول تدور. ولو معرفتش شوف يوتيوب، معرفتش شوف جوجل، معرفتش شوف جات جي بي تي. اعمل اي حاجه غير انك تسالني اي حاجه. كمان انا مثلا عندي لو اليوم طويل، اسم طويل او كده، ممكن اعمل كليك يمين كده، اقول له ورب كونتنت. ان ورب كونتنت اللي هو ايه، اخليه ما يعملش بقى ما ينزلش لتحت يعني. مثلا لو كده ان ورب دي مثلا كده مثلا مش هينزل لتحت. طيب وورب كونتنت خليه ينزل لتحت عادي عشان ياخد السطر، يعني مبقاش يفتح المساحة بتاعته. يعني السبت ممتاز. ده كانت فكرة الداتابيز. طيب اخر حاجة ممكن اتكلم فيها ان شاء الله، الفورمولا. خلينا نبص عليها كده. وهي فيها معادلات وحاجات حلوة، وممكن يعني تستخدمها بطريقة يعني جميلة جدا. انت ممكن تبحث الموضوع بصراحة، هتديك بيزك كده، حاجات بيزك منها. طيب احنا هنا عملنا ايه، التشيك دي بتتشيك التشيك مثلا الحاجة اللي عملناها، واللي unchecked بتعمل ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش. احنا عملنا حاجة لأ فبقت صفر. طب لو عملنا بتزيد واحد، ودي بالunchecked بتبقى اتنين، بتنقص بس. فالفورمولا ممكن استخدمها في اي نقطة قوتها هنا، انا اشتغل بيها الاتنين مع بعض. يعني هقول له انا كده، هروح اقول له هنا الفورمولا دي، هقول له بص الشكل ده كده، اقول له ريبيت، كرر لي النجوم دي لو اتشيكت. لما تعمل تشيك حط نجمة، لو ما عملش تشيك حط ايه، نقطة بيضة، يعني انت لسه ما عملتش حاجة بس. فاسيبها له كده، هو عمل لي نقط بيضة لان لسه ما عملتش اي حاجة. طبعا بروح لشات جي بي تي، انا حرفيا قلت له عايز اعمل كذا 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 بس. وتحاول تكون محدد يعني. فانت فاهم الفكرة. الفورمولا بتقوم على اساس ايه، هتشوف مثلا، سيبك من الريليشن دي خلاص. احنا عرفنا عشان تظهر الفورمولا، انا عايز اجيب الحاجات اللي عملتها تشيك والحاجات اللي عملتها تشيك. بجيبهم منين، من الرول اب. الرول اب اللي هو اصلا مربوط باللي تحت خلاص. فالفورمولا خلاص انا ماليش دعوه بالفورمولا، مش هتبص على تحت، هي هتبص على الحاجات اللي موجوده في نفس الايه، الخانه معاها. فهتبص على الحاجات اللي معمولها تشيك ايه بصفر، من الاخر بصفر. فخلاص خليها هنا. طيب انا لو عملت تشيك هيسمع في الفورمولا؟ لا، هو يسمع مثلا في التشيك ده هنا، فبتزيد بواحد، فالفورمولا تزيد بواحد. يعني لو بصيت على الفورمولا هنا كده هتلاقي التشيك بواحد، فتزودها واحد، اعمل ريبيت. ان تشيكد اللي هي باتنين،
عامله ايه نقط بيضه دي، بس كده. يعني ان شاء الله، عارف انها مش مفهومه قوي الموضوع ده، شات جي بي تي هو يخلص لك الموضوع ده كله. بس لو حابين اشارك معاكم التمبلت الخاص بيا ممكن اسيبه، لكن هنضفه الاول وامسح فيه الحاجات الخاصه بيا واقدر اشاركه معاكم. لو حابين طبعا ده في عيني في اي وقت، ابعتولي بس، او في الكوميونتي بتاع اليوتيوب. فما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. وفي نهايه الفيديو ان شاء الله يكون كده الفيديو خلص. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم ويكون استفدتوا. الخلاصه اللي عايز اقولها، انت خدت افكار عن نوشن. انا عارف انك ما عملتش حاجه اللي هي، او ما كنتش كنت متوقع انك تطلع الشكل ده. فلا، انت ممكن تعمل حاجات زي كده كتير قوي. بس هي دماغك بقى، يعني هي من الاخر انا عايزك تقول لك دماغك. انت هتروح هتجيب تمبلت زي ده، تاخد منه الافكار دي، انا هعملها. او اجيب تمبلت جاهز اعرف اكستمه على مقاس نظام حياتي انا، مش مقاس حياة ابراهيم. ده مثلا انا ممكن هتلاقي في الليرنينج عندي مثلا حاجات غريبة كده وبتاع، ما تدخل انت مش هتلاقيك، مش جاي معاك سكة. مثلا مثلا في حاجات كونتنت مثلا في الكرييشن، في حاجات انت مش هتلاقيها مناسبة معاك، وهكذا. فبالتالي آه انت عايزك تبني الحاجة الخاصة بيك واحدة واحدة. الموضوع ده ما كانش يبان كده. انا عايز اوريك اول حاجة كنت عملتها، كانت بذيئة جدا، سوري يعني، كانت وحشة جدا، عادية جدا. مرة في التانية كنت بطور، ما عملتش كده من اول مرة. بس فمش عايزك تسحب نفسك في الكورسات اللي هو بقى انا هظبط نوشن وبتاع وكده. انت شوف انت عايز ايه. زي ما قلت لك، نظم حياتك بالشكل ده. رأيي مش بجبرك ولا بقولك ده الصح ولا هو غلط، لكن خلي كل حاجة قدامك، قسمها. قسم حياتك، قسم حاجات صغيرة. يعني مثلا خلي في البلاننج مثلا عندك الخطة السنوية، الخطة الأسبوعية. في الآخر أنا باجي هنا بعمل الحاجات الأساسية بتاعتي، الديلي تاسكس مثلا، التاسكات مثلا اللي أنا عندي النهاردة، والتاسكات اللي أنا عملتهاش عشان أخلصها مثلا. دي أكتر حاجة بحب أشوفها في اليوم قدامي. بس مش محتاج بقى اوديها في حتة كده واروح واجري وكل شوية اخش، لا مش محتاجين كل ده. بس انا اسف لو طولت. بس كده، ان شاء الله يكون الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.